الرحمن الرحيم. نكمل أعزائي الطلبة موضوعنا في الحملة الفرنسية. يمكن توقفنا على استيلاء الفرنسيين على القاهرة والقضاء على مقاومة المماليك، طبعا ممثلة في مراد بيك وإبراهيم بيك. ولكن بدأنا نتكلم، هل وجود الفرنسيين في مصر كان وجودا آمنا؟ قال لي لا. طبعا في الوقت ده بدأ الصراع التقليدي بين إنجلترا وبين فرنسا، خاصة زي ما قلنا إن الأسطول الفرنسي كان موجود أو أغلب السفن بتاعته في منطقة خليج أبي قير بالإسكندرية. خلال هذه الفترة في أغسطس 1798 استطاع الأسطول الإنجليزي أن يدمر الأسطول الفرنسي. استطاع أسطول إنجلترا أن يدمر أسطول الحملة الفرنسية تدميرا نهائيا بقيادة طبعا قائده اللي كان بيطلق عليه اسم نيلسون، هو قائد الأسطول الإنجليزي. طيب إيه نتائج التحطم ده يا جماعة؟ يعني ما النتائج في الامتحان اللي ما النتائج التي ترتبط على تحطم الأسطول الفرنسي في أبي قير البحرية؟ قال لي ترتب عليه مجموعة من النقاط. أولا إن الأسطول الفرنسي تحطم بالكامل وأغلق. النقطة الثانية، قضى على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، لأن طبعا التحرك في الوقت ده يا جماعة كان بواسطة الأسطول. طب الأسطول يا مستر هنا اتدمر، يبقى إذا ما كانش أصبح أي فرصة للسيطرة على سواحل البحر المتوسط، انتهت. كذلك حرمت الحملة من الإمدادات الفرنسية لها، يعني أي إمدادات بالأسلحة والجنود أو المؤن كان الأسطول المفروض يجيبها من فرنسا. طب الأسطول اتدمر، يبقى إذا قطع الإمدادات بين فرنسا أو قطع الاتصال بين فرنسا وبين الحملة في مصر. بالإضافة إن الجنود شعروا أنهم محاصرون، وبدأ نابليون في فرض الضرائب على الباهظة على الشعب المصري. والنتيجة الأهم من كده يا جماعة، لما الأسطول الإنجليزي حطم الأسطول الفرنسي في معركة أو في خليج أبي قير، أصبح الأسطول الإنجليزي محاصرا للسواحل الشمالية لمصر، يعني أصبح حاصر سواحل مصر الشمالية، وقضى على التجارة الخارجية تماما. توقفت التجارة الخارجية، مما شجع العثمانيين على التحالف مع بريطانيا لإخراج الفرنسيين. يعني حتى الباب العالي أو السلطان العثماني بدأ يعلن تحالفه مع إنجلترا علشان يخرجوا الفرنسيين منين؟ من مصر. خلاص، دي كانت نتيجة معركة أبي قير البحرية. طيب جميل أوي. بعد كده، بعد تحطم الأسطول، بدأ الفرنسيين يواجهوا مشكلة تانية. احنا قلنا إن الفرنسيين وجودهم لم يكن آمنا، ولكن واجهوا مجموعة من المشكلات. كانت أول مشكلة هو تحطم الأسطول الفرنسي. المشكلة الثانية مقاومة أبناء الصعيد للفرنسيين. أبناء الصعيد اتخذوا أو اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، والأسلوب ده يا جماعة أو أسلوب القر والفر ده أنهك قوى الفرنسيين، خاصة إن الوادي كان بيمتاز بطوله، إن الوادي كان طويل. واستمرت المقاومة كمان لأبناء الصعيد من الجيزة شمالا حتى أسوان جنوبا. تخيلوا يعني على امتداد الوادي من الشمال للجنوب، من الجيزة إلى أسوان، ومن القصير شرقا على البحر الأحمر إلى الواحات غربا. فهذه المقاومة أنهكت وأضعفت الفرنسيين كتير قوي يا جماعة. وظهرت فكرة طبعا الوعي القومي وإخراج الفرنسيين منين؟ من مصر، لأن الفرنسيين يعتبروا غزاة جايين يحتلوا أراضي مصر. طيب بعد كده بدأ المصريين يتشجعوا للقيام بثورة ضد الفرنسيين. تخيلوا المصريين قاموا بثورة اللي هي كانت معروفة بثورة القاهرة الأولى. وكلمة ثورة القاهرة إنها قامت في القاهرة، وكلمة الأولى بيعني إن في ثورة تانية. طالما حدد لي قال لي مصر دي ثورة القاهرة الأولى، يبقى هنفهم من كده إن في ثورات تانية هنتكلم عليها دلوقتي. طيب كلمة ثورة زي ما احنا عارفين كمفهوم، دي حركة بيقوم بيها الشعب للقضاء على الأوضاع الفاسدة، ويحاول تغيير بعض الأوضاع الموجودة في المجتمع. فطبعا المصريين ما كانوش راضيين عن وجود الفرنسيين في مصر، فقاموا بهذه الثورة، وكان لهم أسبابهم. لو جه في الامتحان يقول لي بما تفسر
قيام ثورة القاهرة الأولى أو المصريين بثورة القاهرة الأولى لعدة أسباب. كان أهمها إن نابليون بدأ يفرض الضرائب على المصريين. الحاجة الثانية، بدأ الفرنسيين يقتحموا البيوت والحوانيت بحثا عن الأموال. وكلمة الحوانيت اللي هي يا جماعة اللي هي المحلات أو السوبر ماركت أو الدكاكين، يعني في الوقت ده كان اسمها حانوت، خلاص، اللي هو زي السوبر ماركت أو المحلات البيع والبقالة أو الكلام ده كله. بدأوا يقتحموها وياخدوا الأموال اللي فيها. بالإضافة إن الفرنسيين بدأوا يهدموا أبواب الحارات علشان يطاردوا عناصر المقاومة ويقبضوا على الوطنيين اللي واقفين ضدهم. بالإضافة إن الفرنسيين قاموا بهدم المباني والآثار والمساجد بحجة إيه يا جماعة؟ تحصين القاهرة. يعني هم هدموا كل الكلام ده، بيهدموا حتى المساجد بحجة إن هم بيحصنوا القاهرة علشان يقضوا ويقبضوا على الوطنيين. دي كانت أسباب الثورة، وبالتالي أسباب مقنعة إن هم المصريين يقوموا بثورة. طب أحداثها كانت إيه يا جماعة؟ إن كان الأزهر الشريف في مصر هو مقر هذه الثورة، وبدأ المصريين يقفوا أمام الفرنسيين، إلا إن لدرجة إن هم قتل حاكم مدينة القاهرة الفرنسي كان اسمه ديفوي. قدروا إن هم يقضوا على حاكم المدينة الفرنسي. ولكن طبعا الفرنسيين يا جماعة ما سكتوش، كان لابد من رد فعل على هذه الثورة. وكان نتائج هذه الثورة إن الفرنسيين أو الفرنسيون استخدموا الشدة والعنف ضد المصريين. استخدموا الشدة والعنف والإرهاب وإخماد الثورة اللي وأعدموا، مش بس كده، ده أعدموا الكثير من الأهالي والثوار. كثير من اللي تزعموا الثورة هم أعدموهم، تخيلوا. ومش بس كده، ده فرضوا الغرامات على التجار والعلماء كنوع من التأديب. وبدأوا كذلك مصر أو اللي هو تحصين مدينة القاهرة وبناء أسوار لإحكام السيطرة على مدينة القاهرة. النتيجة اللي هزت المصريين جدا ان هم دخول الفرنسيين للجامع الازهر بخيولهم. يعني الفرنسيين عارفين ان منطقة الازهر هي كانت مركز الثورة، فدخلوا الى الجامع الازهر بالخيول، طبعا غير مبالين بحرمة هذا المسجد. فده كان من ضمن الاسباب اللي يعني لم تعجب المصريين كثيرا. من ضمن النتائج ان هم دخلوا الجامع الازهر بخيولهم. برضو فبدأ التحرك يا جماعة لجلاء الحملة من مصر. التحرك لجلاء الحملة. فالدولة العثمانية او لقوا ان المصريين لوحدهم مش كفاية، يعني المصريين بالثورات اللي بيقوموا بيها مش كفاية علشان يخرجوا الفرنسيين من مصر. فبناء عليه بدأت تتحالف الدولة العثمانية مع انجلترا ومع روسيا علشان يشتركوا سويا في اخراج الفرنسيين منين يا جماعة؟ من مصر. والكلام ده كان ازاي؟ كيف سيستطيع الفرنسيين مع الدولة العثمانية مع الانجليز في طرد الفرنسيين من مصر؟ الكلام ده كان من خلال يا جماعة ارسال حملتين 2 الى مصر. طبعا هنا الدولة العثمانية اتفقت زي ما احنا قلنا مع انجلترا وروسيا والدولة العثمانية ان هم اتفقوا هم الثلاثة ان هم يخرجوا الفرنسيين من مصر. فارسلوا حملتين يا جماعة. اول حملة كانت حملة برية من بلاد الشام، يعني تيجي من هنا حملة من خلال بلاد الشام وتنزل على مصر لمقاومة الفرنسيين وطردهم. والحملة الثانية تيجي حملة بحرية من جزيرة اسمها جزيرة رودس، تيجي طبعا في مياه البحر المتوسط وتتجه طبعا الى مصر او تتجه الى ميناء الاسكندرية لمحاولة طبعا طرد الفرنسيين منين؟ من مصر. يبقى اذا عندي حملتين 2، حملة بحرية وحملة
برية. طيب، وهل قدر الحملتين دول فعلا يطردوا الفرنسيين من مصر؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في اللقاءات القادمة.